والله بقوسه وما بتفرق معه ابدا. يا حوينتك يا راجي. طير زرق طير مرقع، طير زرق طير مرقع يا بنت. شو عم تساوي هون؟ وين كنت هلا؟ شو قلتي وين كنت؟ قاعد هون من الصبح. تعال شوي، جبت لك اكل بطريقي. يا سلام، من زمان ما اكلنا طبق. الله يسلم هالايدين يا خانم، ليش عذبتي حالك؟ اذا بتنادي لي خانم مره ثانيه بدي ازعل منك، احنا مالنا غربة مو هيك؟ قل لي لشوف قبل ما تيجي لهون، شفت الانسه زينب مو هيك؟ وشو فيها يعني واذا شفتها؟ قل لي شو قلت لها؟ انت شو لك شغل معها؟ يلا احكي لي. ليش يعني؟ شو بتستفيدي اذا حكيت؟ ما بدك تقلي؟ انت واحد جربان، حق علي اللي اعتبرتك بني ادم وجيت لعندك. حنان حنان استني شوي حنان. جواد 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 جواد، طاولة طالع خاين، طاول متخبي يا جبان، طلعت الرجال، وينك ولا؟ بدي موتك يا واطي، طلع ورجيني حالك يا جبان. وين بيكون راح؟ طلع يا واطي، عم قل لك طلع. تسلم يا خالي، ما راح انسالك معروفك ابدا. اذا بدك تخدمني مثل ما خدمتك بعتني على التنظيم. شو؟ اوعك تقلي صعبه وما بتقدر عليها، مثل ما شفت انا مرة قد حالي. روح واسالهم. ما بوعدك. طيب انا رح احضر حالي. استني شوي، لا تستعجلي، لازم اقول له لزيدان. وبلكي زيدان رفضني. لا تاكلي همه، بالعاده بيوافق على كل واحد انا ببعته. انا رح شوفه، استنيني بالخرابه، ماشي؟ إيه لا تاخر علي. يا ربي خليه يوافق، بس ان شاء الله زيدان هالواطي ما يشك بشيء. برافو، حاول اشوف. برافو. يلا رويدا، برافو حلال عليكي يا رويدا، برافو عليكي. برافو رويدا، برافو برافو رويدا، برافوها. برافو رويدا. الو، شو في يا جواد؟ السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. فوت، الله يعطيك العافية. فوت اقعد، فوت احكي لي شو صار معك. شلونك حماد؟ منيح بنشكر الله. عمي رشاد مو هون؟ هلا بيجي. تعال اقعد جنبي لشوف واحكي لي كل شيء بالتفصيل. انشغل بالنا عليك كثير. احكي. رحت على قلعة شنق. ايه رحت وصرت دور عليه، والحمد لله اني لقيته. وعلى هوا ما حكالي انه ابوه للدكتور كان يخدم معه، قال بيتذكر انه كانت مرته حامل بوقتها، وقال لي كمان انه النقيب مصطفى كان عنده رفيق عسكري، وقال انه كان يجي على ضيعة صارصو كتير، وهو متأكد انه بيعرف وينه حسان. وحسب ما فهمت من النقيب تبع قلعة شنق انه ممكن يكون هلا حسان عايش مع هداك النقيب بضيعته. يعني لازم نلاقي النقيب يلي كان يجي على ضيعة صارصو، ومتى ما لقيناه بنلاقي حسان. ايه والله يا عمي عم تحكي مزبوط. ايه وبعدين شو صار معك؟ طالما رحت على القلعة اكيد بتكون زرت قبر جدك مو؟ معقول روح وما زوره؟ هذا طبيعي، يعني كل اللي بيروحوا على قلعة شنق اجباري بدهم يزوروا الشهداء. والله كمان عاملين له نصب تذكاري طالع بطير العقل، وقريت قرآن على روح جدي وعلى روح كل الشهداء. عملت زينة العقل، الله يرضى عليك. كيف دراستك؟ منيحة كثير.
خير شو بدك؟ لقيت موضوع المسرحية يلي بدنا نساويها. طيب شو هو؟ قلعة تشنق. ايه اليوم حكيتي لنا عنها. هاي نفس القلعة يلي استشهد فيها جدي مو هيك؟ رح احكي لكم القصة. اجدادنا كانوا مثل بقية اصحابهم، مثل اللازي والشركسي وحتى اليوروك والزازا، يعني كانوا كلياتهم مثل الاخوات وايد وحدة، وضحوا بارواحهم بهالقلعة مشان الوطن. الله يرحم كل واحد استشهد فيهم. امين. يعني احسن تعبير عن الاخوة هو هالقلعة. مشان هيك نحن بدنا نعمل مسرحية عنها. صحيح حكيك. لازم نأرجي قلعة تشنق لكل واحد ما كان يحبنا، وخاصة يلي عم يستخدموا الأكراد ضدنا. يعني لازم نورجي كل العالم إنه هدول ما بيحبونا، لا نحن ولا الأكراد. هلا أجدادنا بيكونوا مدفونين تحت تراب القلعة يلي دافعوا عنا، ونحن دورنا هو نفتح اللعبة ونكون كلنا إيد وحدة مشان تركيا، ونخلي الناس تعرف إنه كل يلي استشهدوا ما راحت أرواحهم هدر. السلام عليكم. وعليكم السلام. وعليكم السلام. خير أنسة، قال بدك ياني؟ ايه نحن لازمنا شوية أغراض. فيك تجيب لنا إياهم من المدينة؟ ايه طبعا بجيبهم بإذن الله، ما في شيء ما بقدر عليه يا أنسة. خلص قولي له، لأنه رجب ما في شيء بيصعب عليه. ست أمينة، ست أمينة، روح افتح الباب، هاي حنان اللي على الباب. إلك عندي خبر يا ست أمينة. رحبتيني، شوفي. هلأ دقولي من المدرسة وقال بكرة إذا ما رح يجي سعيد رح يروح محله. اجيت لحتى خبرك. عن جد هالحكي؟ ايه والله. يا ربي شو بدي ساوي؟ ان شاء الله موت وارتاح من هالعيشة يا رب. شو هالمصيبة؟ أمي طولي بالك، لا تبكي، ما بواتيك الزعل. هلأ مالي غيرك يا ابني. انت لازم تروح وتتعلم. بدي ابعتك لو غصبا عنك. عم تفهم يا ابني؟ يلا قوم. طيب لوين بدنا نروح؟ ما دخلك. ليلي كيف بدنا نروح وانتي مريضة؟ دكتور قال لازم ترتاحي يا أمي. عجل، بدنا نروح على المدرسة. يلا 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 عجل يلا. مو اتفقنا ترتاحي؟ لا تاكل هم. انتوا ليش جايين لعندي؟ نحن ما قلنا لك إنه بدنا نجي ونطمن عليكي؟ شو هالشي المهم اللي انت مشانه؟ لوين رايحة؟ رايحة وصل رجع على المدرسة. خالي ما فيك تروحي بهالحالة هي. محل سعيد بالمدرسة رح يعطوه لواحد تاني. ما بقدر يا دكتور، خسرت واحد وما بدي اخسر الثاني. رجا لازم يروح وياخذ محله. طيب ارتاحي انت، انا بوصله. لا حبيبي لا تتحركوا. شو بدكم منا؟ زيدان قال انه رح ناخذ الولد وجينا ننفذ الوعد. يلا انتوا بلا شرف، ما رح اعطيكم الولد. طولي بالك ست امينه، طولي بالك. رح ناخذه بالغصب. يلا روحوا من هون. هدول بدكم تعملوا. اعطيني امينه تتركيني. عليكم ما رح تاخذوه. يلا خذوه. لك شو ما فينا. امينه بعدي هالكولاد. امي ست امينه. احكي بسرعة ان شاء الله انقبلت بالتنظيم. التنظيم قبل انك تموتي. لك اتركوني يا شباب، لك اتركوني. ولا حاجة ولا العكس. لك شو بدكم مني؟ امشي يلا، امشي امشي يلا ولا يلا لك اتركوني. يلا لك خلاص بقى. يلا اسمعوني يا شباب، تستنوني بوادي ال40. طيب ماشي. سلم انت تعال معي، بدنا نروح نجيب شي ناكله.
اوعى يهرب منكم. ها حاضر. يلا امشي. لك تروحوني. جواد جواد الله يخليك، لا لا تقتلني، لك بوس ايدك، لا. ليك انت بعت لي اياها للمرة، بس عرف لي مين هي بالاول. ايه هالمرة من ضياتنا واسمها سناء، وقال كثير حابة تنضم للتنظيم. سناء؟ لك هي مو امها لنيرمين؟ لك هي مو على اساس ماتت؟ لا شو ماتت، لساتها عايشة. يخرب بيتكم شو شدفان، اذا شقفت مرة ما عرفوا يقتلوها. ليك هالمرة ما بتفيدنا ابدا، اقتلها وريحنا. المعلم امرني اني اوثق واقتلك. الله يخليك لا تقتلني، بوس ايدك يا جواد. طيب قل لي انا شو عملت لك؟ تسلم يا خالي، ما راح انسالك معروفك ابدا. جواد لوين رايح؟ شو يعني ما بدك تساعدني؟ بلالك وجعت الراس، روحي احسن لك. طيب انا رايحة، بس بدي اطلب منك شغلة الله يخليك. بنتي فوق بالجبل وعم تقاتل مع الارهابيين، وانا بدي اروح لعندها واحاول اني انقذها. بقى الله يخليك دلني على شي طريقة. بوس ايدك ساعدني يا جواد. بعد بكره روحي على بيت عمر اغا لفارجنس، لانه بيجوا لعنده يلي بدهم ينضموا للتنظيم. انت فيك تروحي لهنيك، بجوز بيقبلوكي. عن جد شكرا لك. بس اوعك تروحي هيك ويعرفوكي، لانه وقتها بيقتلوكي وبيقتلوني. رجع خالتي الله يخليكي رجع عني. وينك؟ ايه خلص خليهم ياخذوه. يلا استعجل شوي. حاضر دكتور يلا. اتركوني بدي روح، بدي اجيب ابني، ما راح خليه عنده. بهالحالة ما فيك تتحركي ابدا، وضعك خطير شوي. لا 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 والله غريبة، وين راحوا هدول؟ شو دكتور؟ طمني كيف هلا؟ اصابتها خطيرة وحياتها بخطر كمان. طبعا هذا اللي بوقفه بوش التنظيم، هيك بصير فيه. يعني شو متوقع منها؟ تسكت وتتفرج؟ مختار ما حدا غيرك بيوقفهم عند حدهم، بس كل ما ببينوا هن انت بتختفي. دخلك ليش؟ شو طالع بايدي انا؟ انا كيف بدي حاربهم؟ بشو بدي امنعهم؟ يلا ديالا تعي. لاحقتك دكتور. هذا اللي ناقصني. كيف هيك راحت؟ راح اجي انقذك، اتحمل ليكني جاي. ولا حاجة خير ان شاء الله. شوفي مثل ما لك شغال. الله لكن العمى
شو وقعها؟ الله يسلمك فيك. بعدي احسن لك بعدي ها. انت ما بتفهمي، شكلك انت ما بتفهمي. يلا يلا لشوف امشوا يلا. وناقصنا غيرك والله. شبت لمين بدي اشكي همي؟ ليش انا الي حدا بهالدنيا غيرك؟ مشان هيك قلي شو اعمل؟ كل ما فكرت بشغله بتسكر بوشي. ليش انا يا ربي ليش؟ انا بعمري ما اذيت حدا. لا ما بصير، ما بصير انا اترك بنتي بين ايديهم. لازم اخدها، ما راح اخليها تصير مثل شو ما تمن. رشا اعطيني الدواء. فهمت يا سيدي، رح نغير محلنا. انت بتأمر. خير شو في؟ يلا حضروا حالكم، بدنا نمشي، بدنا نغير محلنا. يلا لشوف تحركوا يلا. مو صاير شيء، بس مثل العادة قال طولنا هون ولازم نغير محلنا ولازم نمشي فورا كمان. انت ما تضيعي وقت وروحي مع القرشاي، بجوز يوصلوا لهنيك. لا اجمعي البنات وروحي احسن. معسكرنا الجديد رح يكون بالجبل الكبير. ماشي؟ ماشي. يلا بسرعة. ويدا تعي. نعم زيدان. وعفوا تنسوا شي غرضها. بس رح تاخذ البنات على المعسكر المركزي. بقى روحي وحضري حالك. يعني انا هلا بدي اروح مع رشا والبنات؟ ايه لكن شو فكرة؟ ليش شو ناقصك يعني؟ طيب ماشي حاضر. يلا بسرعة. استعجلوا بلا ما نتأخر. مين؟ عرفتيني؟ انت؟ لك سعيد، سعيد ابن الأمينة. لا ما عرفتك ابدا. يلا تحركوا ساعدهم. خالي أمينة. خالي أمينة. دكتور طارق لا استناني شوي. ديالا شو اللي جابك؟ ليش لحقتيني؟ يعني قلت اكيد بدك حدا يكون معك يساعدك. لا شكرا، ما في داعي ارجعي على المستوصف. طيب مثل ما بدك رح ارجع. خالي أمينة. خالي أمينة. خالي أمينة. دكتور طارق ليك هون. يلا هلا ما رح احكي شي بهالموضوع، وكنت مفكرة الاولاد يمثلوها وبس، وبجوز غير رأيي. بصير يعني انت قادرة، واذا بدك تمثل واذا بدك لا. بس اللي عندك طلب صغير يا انسة. احكي يا عبدو شو هو؟ بس اوعك تحكي لشي لحنان ماشي؟ وانتو كمان اول واحد منكم يحكي ماشي؟ انا ما اعرف. برافو برافو عليكم يا اولاد. تسلمي يا انسة.
العمى وعبده كمان ماله مبين. يا ترى شو عم بيساوي؟ وينه مو مبين لهلا؟ فكرني ما بقدر اعرف. لك شوي شوفي يعني انا كنت بمحل شو هاد؟ انت شو صاير؟ مخبص لا تدين طيب شو قلبي؟ يلا حبيباتي احكوا لي شوفي شو صاير؟ لا ونطبق الاولاد كمان. ايه بسيطة بسيطة، انا بفرجيك يا عبدو. ان شاء الله ما فيها شي دكتور. الحمد لله، بس نزفت كثير. يلا عمالك تحملي خالي، طولي بالك. بدي انا جاهزة لجي. دكتور طارق، دخيلك يا دكتور. دكتور خالي الله يخليكي هدي، انت وضعك خطير. اتركوني روح جيبوا ولادي. ماشي ارتاحي. بدي ولادي، بدي ولادي، ما راح اترك ولادي بين ايديهم. بدي ابني سعيد وبدي رجع دخيلكم. بدي ولادي. ولك امشي ولك يلا اتركني اعمل لك. يلا بسرعة تحرك. اتركني لك يلا تحرك. شو صار بديع؟ ليش تأخرتوا كل هالقد؟ الجبال معباية طباع يا زيدان. خير شو لوين؟ بدنا نغير موقع المعسكر. اها ضبينا كل شيء، بدنا نمشي فورا. يلا طيب ماشي. شو هاد ليش هيك؟ انتوا ما بتعرفوا غير تقتلوا العالم البريئين. لا وقح كمان. ليك ولا من هلا اذا بتفكر تخوننا خرجك معقولية. وعد انت خرجك والله لا ورثي ولا بعد عنه. بعد عنه. ولا شوف يا خاين يا خاين. امشوا لشوف. يلا حركوا. لا يلا شوف. والله شباب. يلا يلا نسمع حسك. يلا بسرعة. انا معي خلاص. يلا بسرعة لشوف. يلا تحرك. عم ينزل ضغطه. سلمى خالي أبيني قاوم شوي. قاوم خالي. يلا تبي على النبض. يلا خالي يلا. يلا ما يلا يا شباب. يلا تفضلوا من هون. تمام يا رب يا الرحمن يا والله معي. هذا اللي قال عنه والله انا ثاني عليه شاطر ماشي. هلا شو لنا شغل هون؟ شو رح نعمل؟ لك اخ بس اخ، شو كان صار لو كنت هلا باسطنبول وعم اكل سندويشة سمك على البحر واختي واخي وامي يكونوا معي، يعني مثل ما كنا. لا تذكرني.
يا ترى اهلي شو عم يسووا هلا؟ يا الله قديش مشتاق له. هلا انه وين ونحن وين؟ وعدونا بكتير شغلات وشوف حالتنا. شفتوا الولد اللي جايبينه؟ بدهم يبعتوه على المدينة مشان يعملوه انتحاري. اوصل يلا. إذا ما دكتور صدقوني أنا قبل ولادي. قديشكم بلا شرف، جماعة كذابين واندال، بس ما راح اسمح لكم تعملوا شي بأخي. اعطيه اتروبين. يلا خالتي يلا. يا الله يا ربي دخيلك ساعدها. يا ربي لا تموتها يا رب. يا ربي لا تموتها يا رب. لا بتعذب حالك، خلص دكتور ما في امل. انت عملت كل اللي بيطلع بايدك دكتور، خلص حاجة. ما قدرت انقذها، لا هي ولا اولادها، ما قدرت انقذ حدا ابدا. سجلي لي بيان وفاة. طيب قلبها عم ينبض دكتور طارق، قلبها عم ينبض. اي مزبوط عم ينبض. الحمد لله الحمد لله يا ربي. الف شكر لك يا الله، الف شكر. نشكر الله. ديالا جيبي لي الشاشة بسرعة. حاضر فورا. بدي روح يا ابني، بس هالمرة يمكن ما ارجع ابدا. اذا انا ما رجعت انت ما رح تعرف الحقيقة. ما رح تحضني وتضمني لصدرك وتقلي يا امي. هذا انت شو لك شغل هون؟ بعد ما قلت لك انه ما عاد بدي اشوفك؟ انت شو بدك مني؟ تصرفي كانت يعني مشان هيك بتضلي تلاحقيني؟ غير السبب ما هيك؟ مساعدة شو هي؟ مساعدة. وليش بعدتي زينب عني؟ على شو ناوية؟ انا لاخر مرة عم اسألك ليش عم تساوي هاي الشغلات؟
يعني ما بدك تحكي؟ انت احكي بقى شبني، ليش دائما بتسكتي وما بتحكي وبتصيري بعدين تبكي؟ انت ابني حسن. جاي بهذا الحكي؟ لوين بدك تصلي؟ صدقني انا امك الحقيقية اللي جابتها. هلا انت عرفاني شو عم تحكي؟ يعني بدي يكون ابنك وانا عندي اهل. بتصبرني على هلا؟ لو بدك للنقيب مصطفى مشان احميك من البشوات ومشان ارتاح واخلص من شر الدار، وبعرف انه رابعة خانم هي اللي كبرتك. ماني قادرة اصدقك. حسان استنى شوي، ما بتسمع امك؟ اذا بتريدي ما عاد بدي اسمع شيء. طيب فيك تقلي ليش رابعة خانم كانت بدها تاخدك من هون؟ احكي ليش بدها تاخدك؟ انا هلا انه حكي. اطلع صورة مين؟ ايه هي الصورة صورتي. شو جاب لعندك؟ رابعة خانم بذاتها هي اللي بعتت لي اياها. يا عمري انت ابني، انت ابني. كيف بيصير هيك؟ انا مالي مصدق. يعني هذا هو سبب كل اللي صار؟ خير ان شاء الله. سناء هدول بيشوات، انت خليك هون ماشي. يا سناء سناء تعالي. سناء سناء لا تخير. خير ان شاء الله مني.
متأكدين انه لسه لا بقى احكي احسن لي وانت لسه مصكي. انا ميت غير هالحياة. هيك بدهم يضلوا يزعجوكي هدول وكله من تحت راسي انا؟ لازم تحكي لهم الحقيقة والا ما رح يتركوكي بحالك. لا يا ابني اسكت، اوعى تحكي حرف، هن ما بصير يعرفوا. لا لازم يعرفوا. لك شبك انت جنيت؟ انا ما عاد اسمح لهم يأذوكي ويضايقوكي اكثر من هيك. اوعك حسان، حسان خليك لا تحكي. هالكذبة ما لازم تستمر يا ابني والله البيشوات بيقتلوا. لا ما بيقدروا لانه المديونين اللي بكتير شغلات. ابني اوعك تحكي حرف. عمي حميد، حميد. خير دكتور؟ انتوا عم تدوروا على حسان ما هيك؟ ايه مظبوط. لا تحكي، اوعى تقول لهم شيء. امي خليهم يعرفوا الحقيقة. انا حسان ابن لسناء. انت هو حسان؟ سناء مظبوط هالحكي؟ ايه مظبوط، انا ابني يلي اعطته للنقيب. خلونا بقى نخلص من قصة هالتار. انتوا بتعرفوني وبتعرفوا اني ماني واحد سيء، وبعدين انا ما بعرف شي عن عاداتكم ولا عن شغلة التار. كيف بدكم تعاقبوا واحد ما له علم بشي؟ نحن هيك عاداتنا والقضية ما بتتسكر الا بالدم. انا ما بيهمني اذا كنت منيح ولا لا، وما دام انت طلعت ابنها رح تموت، ودم ابني ما رح يروح هدر. يلا خلينا نروح، خلينا نروح يا ابني. هالشي مستحيل، مستحيل طارق يكون حسان، مستحيل. هو قال هالشي بعد ما تلسانه، مو نحن. شو حميد ليش قاعد؟ لازم تروح فورا وتنفذ عاداتنا. هذا مسدس اقتله ورجع دم ابنك. انقذ حياتي كذا مرة واخي، وانقذك انت يا امي. احكي انقذك ولا لا؟ ابني ما بيضل دمه بالارض، انا لازم اقتله. بابا اوعى. طيب قل لي هو شو ذنبه؟ وابني انا شو كان ذنبه؟ احكي قولي لي شو كان ذنبه؟ مثل ما قتل ابني راح اقتله. اتركيه يروح. تعال لهون. بابا اتركيه يروح. بوس ايدك. روح لا تقتل طارق. بالاول لازم روح وانقذ نرمين، وبعدين منجيبها لاختك خديجة. ايه وبعدين احسن شي نروح كلياتنا من هالضيعة. امي انا جاهز منساوي اللي بدك اياه، المهم تكوني مبسوطة. تقبر قلبي، الله لا يحرمني منك. بتعرف انا هدفي الوحيد بهالحياة كان اني اجمعك انت واخواتك مع بعضكم ودوا تحت سقف واحد وافرقكم عن بعضكم شو ما صار. هات. رايح جيب نرمين واجي، انت لا تاكلي هم. الله يوفقك، انتبه منيح، البيشاوات اكيد ما رح يتركوك بحالك، والله بيقوصوكم ما بيهمون. امي لا تخافي، ما رح يساوي شيء. من اليوم ورايح ما عاد بدي اشوفك زعلانه، لانه كل شيء رح ينحل. يا عمري انت الله يرضى عليك.
بعدي من قدامي. والله لا بدك تطول بالك. لا كهرب. وقف. كهرب يا ابني. لا